مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم زوموتو. اليوم غادي نهضروا على القصة الطريفة ديال سيارات بورش 911 وتويوتا اللي كتحتفظ على الصدارة العالمية لمبيعات السيارات. ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم احدث العروض والتخفيضات. للسنة الثالثة على التوالي مجموعة تويوتا هي الشركة المصنعة الرائدة في العالم واللي كتصدر ترتيب المصنعين اللي حققوا أكبر مبيعات السيارات في العالم. الشركة اليابانية العملاقة اللي كتضم العلامة التجارية تويوتا ليكزوس وينيو داياتسو باعت ما يعادل 10,483,024 سيارة في عام 2022، متفوقة على مبيعات فولكسفاغن ب2 مليون سيارة، بحيث المجموعة الألمانية جات في المركز الثاني. والجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية 100% ديال تويوتا ما ساهمت في هذا الإنجاز اللي استحوذت عليه تويوتا في السنوات الأخيرة، حيث أول طراز كهربائي 100% كشفت عليه تويوتا كان هو بيزات 4 إكس في أكتوبر 2022، والأرقام الخاصة بالسيارات الكهربائية غادي يتم الإعلان عليها بشكل أدق في العام المقبل. أما سيئة الحظ بورش كشفت على داكار 911 وهي نسخة 911 معدلة كتعتمد على محرك بقوة 480 حصان. غير هو أن بورش بغات تسمي هذه النسخة ب 911 سفاري بدل 911 داكار، الأمر اللي ما تحققش حيث رفض المصنع الهندي مشاركة اسم السيارة اللي هو اسم سيارات SUV اللي كتبيعو شركة تاتا لأكثر من 20 عام في الهند. وهادشي ماشي هو أول مرة غيطرى فيها هذا الحدث المؤسف للبورش، حيث كان من المفترض في الأصل تسمى الأيقونة 911 باسم 901، ولكن شركة بوجو كانت سجلت جميع أسماء الطرازات المكونة من 3 أرقام مع 0 في المنتصف، وبالتالي أصبح ملزم على بورش تسمية 911 بدل 901. ما تنساوش غادي تلقاو جميع العروض وأثمنة السيارات على موقعنا motor.ma. سالات الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في الحلقة الجاية.